نعم، سيول جارفة تضرب مدينة البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، لا سيما مدينة الغردقة، وتحديدا في المنطقة التي نقف فيها الآن، وهي منطقة شمال الأحياء. كما نرى في الصورة خلفي هذه السيول الجارفة بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقة ونزلت بكثافة، وأيضا شهدنا عاصفات ثلجية ضربت هذه المنطقة بشكل كثيف خلال الساعات الماضية، وتحولت سرعان ما تحولت إلى سيول جارفة. هذا المجرى السيلي الذي تمر به المياه من أعلى الجبال المطلة في الجهة المواجهة من منطقة الأحياء والمواجهة لشاطئ الغردقة بالبحر الأحمر. حذرت الأرصاد الجوية منذ يومين بوصول هذه العاصفة المطيرة، وأيضا حدوث سيول جارفة قد تصيب هذه المنطقة، منطقة الغردقة وغيرها من المناطق الأخرى بمحافظة البحر الأحمر بأضرار جسيمة جدا كما نراها في الصورة. كما أيضا نرصد في الأجواء في السماء استعداد هناك عاصفة مطيرة أخرى قد تنزل علينا بعد قليل وتصيبنا بأمطارها الغزيرة. وأيضا كما نرى في الصورة خلفي وتحتي هناك أمطار غزيرة ومياه كثيرة جارفة تمر في الأرض. لكن نستطيع أن نرصد معلومات أكثر من الزميل الصحفي حسن مختار، وهو مدير تحرير أحد المواقع الإخبارية بمحافظات البحر الأحمر. ازي حضرتك؟ أهلا بك يا صاحبي. ايه الاستعدادات المحافظة لاستقبال هذا الكم الكبير جدا من السيول الجارفة التي نراها خلفي في الصورة؟ هو المفروض ان استعدادات المحافظة يكون في مخرات للسيول حتى لا تصل هذه السيول الى داخل المدينة فتغرق بعض المنازل التي توجد في المناطق العشوائية زي مناطق الملاحة وزرزرة والتي قد تعلو بها نسب المياه. فبالتالي ان هذه المخرات للسيول المفروض ان يكون في صدادات تكون قريبة حتى لا تصل الى المدينة على بعد حوالي 15 كيلو. يعني لم نرى هذه السيول منذ أكثر من 20 عاما، يعني هل هذه هي المرة الأولى أم بالضبط من حوالي 20 سنة وهذه الأمطار الغزيرة، بل أقدر أقول لك إن تلج الآن عاصفة ثلجية تضربنا الآن وتضرب المنطقة التي نقف فيها الآن ونجري فيها الحوار مع الزميل صاحبي. استكمل حضرتك. في شمال مدينة الغردقة، وعايز أقول لك إن تسببت الأمطار النهاردة في انقلاب أتوبيس، وطبعا كان في وفيات حوالي 9 وفيات زائد 30 مصاب، وألغيت مباراة الجونة ومصر المقاصة بمدينة الجونة، وأنا كنت راجع من المباراة بعد أن ألغيت. وأعتقد أن هذه الأمطار الغزيرة قد تطول وقد تصل إلى مدن سفاجة أو القصير أو مرسى علم، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستر بنا وألا يحدث ما لا يحمد عقباه، خاصة أن في الأمام على الطريق هناك نسب كبيرة جدا من المياه بسبب الجزر المختلفة قد تصل إلى 50 سنتيمتر. لكن الاستعداد من الناحية المرورية كما نرى جزء كبير جدا من الطريق وهو الطريق الصحراوي الذي يربط بين القاهرة والغردقة مغلق تماما. كيف تستعد مرور البحر الأحمر لهذه العاصفة وهذه الأمواج الكبيرة التي نراها خلفي في الصورة؟ المفروض يكون في لجان على الطريق. انت شايف حضرتك دلوقتي لو الكاميرا معانا ان السيول خرت على الطريق وبدأت تقطع الطريق، وبالتالي المفروض يكون في تنبيه على السائقين او ايقاف السيارات من عند مدخل كمين الأحياء او مدينة رأس غارب حتى تنتهي هذه العاصفة الثلجية، او تستعد المحافظة ويستعد المرور لصد هذه السيول قبل أن تصل إلى مدينة الغردقة. لكن اتجاه هذه السيول إلى أي اتجاه يتجه؟ هي دلوقتي تتجه هذه السيول وهذه الأمطار إلى مدينة الغردقة. نحن الآن في شمال مدينة الأحياء على بعد من 15 ل 17 كيلو. أظن يعني هي ممكن تكون في مدينة الغردقة أكثر من هذه المنطقة. في مدينة الغردقة تكون هذه الأمطار الغزيرة أكثر من هذه المنطقة التي هي في الطريق الدائري الآن الموازي للطريق